قناة فرنسية رسمية تفاجئ المغاربة في عز حالة توتر شديد التي تطبع علاقات الرباط وباريس. تزامنا مع حالة التوتر الشديد التي تطبع علاقات الرباط وباريس منذ أسابيع، أقدمت قناة TF1 الفرنسية الرسمية على بث خريطة المغرب كاملة وشاملة لكل ترابه بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، وذلك تزامنا مع تقرير لها خصصته للحديث عن طوفان الأقصى الذي خلف مئات القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين عقب هجوم فجاني لحركة حماس. وتطرقت القناة الفرنسية سالفة الذكر خلال هذا الروبورتاج لكرونولوجيا هجوم حماس على إسرائيل، والذي ربطته أساسا بقضية التطبيع التي ميزت علاقة هذه الأخيرة مع عدد من الدول المسلمة ضمنها المغرب، قبل أن تقوم ببث خريطة المملكة كاملة دون تحريف أو بتر في سلوك آثار استغراب كل المتابعين المغاربة. واعتادت وسائل إعلام فرنسية خاصة الرسمية منها اللعب على ورقة الصحراء من أجل الضغط على المغرب، سيما خلال الفترة الأخيرة التي اتسمت بحالة من التوتر الشديد بين الرباط وباريس، الأمر التي تطرح معه أكثر من علامة استفهام عريضة حول الأسباب التي جعلت هذه القناة الفرنسية تتراجع عن غيها واستهدافها للمملكة، سيما في هذه الظرفية الحساسة التي تتبع علاقة البلدين. في ذات السياق يرى بعض المهتمين أن فرنسا اقتنعت بشكل قاطع بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، بدليل إصرار المملكة الشريفة على التشبث بمواقفها السيادية خاصة تلك المتعلقة بوحدتها الترابية وفق المنظار الذي حدد الملك، وهو الاعتراف بمغربية الصحراء، الأمر الذي ربما سيكون سبب في مراجعة مواقفها السابقة كنوع من التعبير عن نواياها الحسنة.